أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين وانفعنا يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهك الكريم لا يشوبها رياء ولا سمعة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلم بالله. كرر السائل سؤاله 3 مرات يسأل عن أفضل الأعمال. إيش أفضل الأعمال؟ صلاة أو صيام أو صدقات أو كذا أو كذا. كل ما سأل النبي أوله في بداية السؤال كأنه فهم أن النبي ما سمع ولا ما. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: العلم بالله. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: العلم بالله إلى آخر. يجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله: أي الأعمال أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله يجيبه كذلك قائلا: العلم بالله. فقال الرجل: أسألك عن العمل يا رسول الله فتجيبني بالعلم. فقال: ويحك، إن مع العلم ينفعك كثير العمل وقليله، ومع الجهل لا ينفعك كثير العمل ولا قليله. هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. العلم مثل العافية، مثل يقول أحد: إذا أنت بخير بينفعك ويش ما جاء، سواء دسمه ولا ما هي دسمه، لكن مع البلاء ما بينفع واحد شيء. هكذلك الجهل قال ما بينفع أحد. ليش؟ وش الباعث؟ أصل الجاهل لو تحمى وتقوى وقام الليل وصام النهار بيخربها. هذا المشكلة عنده، لا بيسمع ولا مثلا بيتوعظ ولا بيحضر مجالس ذكر ولا بيقرأ ولا إلى آخره. سبر عمل كذا وخربه. مثل ديش تيجي مهندس وما هو مهندس، خربها أكثر من صلاحه. هذا شيء معلوم. هكذلك المدين حتى أن الصلاة مجرد الصلاة تختلف باختلاف الأشخاص. الفرق ذي بيتقن سجودها وركوعها ويتأمل القراءة وكذا وكذا، وذي هو جنبه وذي هو بينقص فيها، فرق كبير. فقال: ويحك، إن مع العلم ينفعك كثير العمل وقليله، ومع الجهل لا ينفعك كثير العمل ولا قليله. هذا دليل واضح أنه لا بد على المكلف من طلب العلم، شيء لا بد منه معلوم، ليعرف الله أولا. فالجاهل بالله يكون عمله غير مقبول، ولا بد أن يكون بما كلفه الله به عارفا من صلاته وصومه وبقية الواجبات. غير أن أول ما يجب على البالغ العاقل ويتحتم أن يعلم ويعتقد أن الله واحد أحد. يعني معنى واحد أحد المتفرد بالصفات الإلهية. فهموا إيش معنى واحد وأحد في حق الباري عز وجل؟ هو المتفرد بالصفات الإلهية لا يشارك فيها أحد، لأن ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. كل ما كان غير الله عز وجل فهو مخلوق. فالله سبحانه وتعالى معنى أحد المتفرد بالصفات الإلهية. هذا معنى أحد في حق الباري عز وجل. معنى المتفرد بالصفات الإلهية أنه بكل شيء علم، وهذا لا يحصل عليه مخلوق. المخلوق عالم بأشياء والباقي جاهل لها. وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والإنسان والملائكة والجن علمهم محدود، بيعلموا بأشياء ويجهلوا عن الكثير. يفهموا وش معنى صفات الإلهية. وأنه لا يشابه الأجسام المخلوقة والأعراض، لأنها خلقت ووجدت بعد العدم. كان الله ولا شيء ثم خلق الأشياء. فالباري عز وجل لا يشابه المخلوقات في شيء من الصفات من أصله وفصله، ليس كمثله شيء. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن هذا من صفات الأجسام التوالد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وأنه من صفات يعني من قولنا أحد المتفرد بالصفات الإلهية،
يخلق الأشياء ويوجدها ويصنعها من العدم، من العدم. ما قل بالشيء احنا ورجع وجدت النطفة. أول شيء خلق آدم من الطين، وقبله الطين مخلوق، ورجع خلقنا يخلق الله عز وجل النطفة من الرجل ومن المرأة، من بين ثدي المرأة، من بين ترائبها ومن صلب الرجل، ورجع يوجد بني آدم ويكبرهم ويضرب. ما قل بالشيء. كذلك الأشياء ذي بنشاهدها، الحيوان ما قل بالشيء ورجع وجدت. يعني أفعال الله عز وجل ما هي مثل أفعالنا. أفعالنا احنا تركيب، احنا بنركب أشياء ونجمع أشياء ويتكون شيء من مباني، من جسور، من سيارات، من كل مصنوعات الإنسان. ما بلا بيركب بس، ما أنه يوجد شيء من العدم. لا، الملائكة كلهم مع بعضهم فيهم قوة ونشيل الجبل. قال ذاك الملك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، قال إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين بألمها عليهم. والحين نقول بيغم بلاد صحار كلها بالجبلين، الجبال ذهنا وذهنا. يعني عندهم قدرة عظيمة جواب. قال أمير المؤمنين قال فيهم منهم المارقة من السماء السابعة رؤوسهم، ومن الأرض السفلى أقدامهم، ومن والخافقين يعني أكتافهم خارجة من النواحي تشد الأفق كلها. لكن إما أنهم يشتروا يخلقوا شيء من العدم، لا ولا كرامة. ما يشتروا كل الملائكة جمعه لهم بتصفى كلهم أن يخلقوا حبة ويجدوها من العدم. يعني ولا حبة تصيب قض، ولا حبة تصيب قض. فالباري عز وجل كونه أحد واحد، ومعنى أحد واحد قلنا لكم المتفرد بالصفات الإلهية والقدم، أنه سبحانه وتعالى يوجد جميع المخلوقات من العدم، من العدم. هو خلق الدنداري، ورجع خلق منها شجرة، ورجع تكونت علبة الله وساقها ذي كم على كم أمتار، وفرعها وأشياءها وأمورها. هكذلك بقية الأشياء هو خلقها سبحانه وتعالى، يخلق الأشياء من العدم. هذا قلنا لكم معنى الواحد الأحد المتفرد بالصفات الإلهية، أنه على كل شيء قدير في كل، يعني لا يعجز شيء أبدا، وأنه بكل شيء عليم في الماضي والحال والمستقبل، وأنه يوجد ويخلق الأشياء من العدم المحض سبحانه وتعالى. ينشئ الأشياء من العدم، ما هو في حاجة بدأ يجمع الهدوان ويرجع يسبرها. تفهموا وش معنى حين قال النبي العلم بالله، العلم بالله. النبي قال ويحك إنما على العلم ينفعك كثير العمل وقليله. يعني مع العلم بالله تعرف الله ورجع تعبده وأنت على بصيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يسمع جميع المسموعات ويرى جميع المرئيات، يعني يدركها، يدرك جميع المسموعات ويدرك جميع المرئيات. حينها عالم وبيسمع جميع المسموعات. هب لها ربي سبحانه وتعالى، هب لها المخلوقات سمع جماعة. الحيوانات هب لها سمع كله، لكن نملة سمعت سليمان جابرت سليمان، شيء عجيب. وكذلك بقية الحيوان معها سمع ومعها أبصار. والله سبحانه وتعالى يرى ويسمع كل ما يصح أن يسمع وأن يرى، لكن لا بآلة، ما هو بإذن وبعين، لأن هذا مصفة المخلوقين. لا، ولو نستطاع يسمع واحد قدره والباقي. احنا بني الآدم مثلا بني الإنسان بيقولون احنا محيين، يعني حياتنا جاء هب لنا حياة، والباقي محتاج بحياته إلى حياة، هو حي ذاته. ومسمعين لأن جاء هب لنا سمع محدود، بس نسمع أشياء محدودة، والباقي سميع ذاته عز وجل محتاج إلى غيره يهب للسمع. مبصرين ربي هب لنا عيون، والباري عز وجل محتاج في بصره، يعني في إدراكه للأشياء ورؤيته لها إلى من يهب له بصر. تعالى الله عن ذلك. وإذن قال ليس كمثله شيء، قال الله عز وجل. وأنكر على بني إسرائيل غاية الإنكار حين قالوا لموسى أرنا الله جهرة، قال الله فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، عذبهم الله لأنهم حولوا الخالق إلى مخلوق مرئي، وطلبوا من الخالق أن يتحول إلى مخلوق، فغضب الله عليهم وصعقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا المسألة هي من أعظم الخلافات بين الأفراد، هي سواء. فأول ما يجب على البالغ العاقل ويتحتم أن يعلم ويعتقد أن الله واحد أحد لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنه قادر على جميع المقدورات لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة بالغة يعلمها. يعني لا نقول
إن الباري عز وجل أحتاج في خلق السماء والأرض إلى 6 أيام، لا ما بلا الحكمة بس، ولا خلقها عنده في لحظة في طرفة عين، وخلقها في 6 أيام ولا 6 سنوات ولا 1000 سنة سوا، ما بفارقه، ما بفارقه. إذا خلقنا يعني خلقنا تعالى كيف قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم كذا إلا كنفس واحدة ولا أكثر. يعني خلق الله في هذه الأيام السماء والأرض الحكمة بس، الحكمة ما هو لأجل أنها أحتاج من العمل ومن الشغل لما فرغ منها، لا أبدا. يعني في خرافها كيف قال الله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني قنبلة يبدل الله عز وجل. وإلا فخلقها في وقت واحد قصير وخلقها في آلاف السنين عنده جلت قدرته سواء. وكذلك خلقه للنملة كخلقه للنخلة سواء، ما بفارق بين خلقه للنملة وخلقه للنخلة. قال أمير المؤمنين قال كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك خلقه للنخلة وخلقه للسماوات سواء، لأنه سبحانه لا يحتاج إلى آلات في خلقه للأشياء مثل المخلوقين، لأن قدرة المخلوقين محدودة وقدرة الله سبحانه وتعالى غير محدودة. قال عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وحكى لنا قدرته على خراب الدنيا بما فيها يوم القيامة بقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويقول تعالى حكى لنا قدرته على تفتيت الجبال وتفجيرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا إله إلا الله والأهوال قبلنا، لا إله إلا الله والأمور، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما بلا من هنا يفجر واحدكم بلا السواء. فهو القادر على جميع المقدورات في وقت واحد، وصغيرها مثل كبيرها لا يقع عليه مشقة في كبيرها ولا عدم المشقة في صغيرها. ما ذي إنه متعب ربي ولا ما ذا السماء إنها تعبت ربي ولا ما خلق الجرادي ولا خلق النملة ولا خلق المتعبة، ما بشي أبدا، هي عند السواء سواء. إنما ويدلك على ذلك أنها سواء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال شيئا، السماء شيء والإنسان شيء والذبي شيء والجرادي شيء والنامسي شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني عبر الله عن خلقه للأشياء وقدرته عليها بهذه العبارة، ما هي على ظاهرها الآية، لأنه قال إنما أمره إذا أراد شيئا، مثل السماء ما هي شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له، ما عاد في حاجة يقول لها ودي موجودة. ما بالله عبر لنا عن قدرته على الأشياء، سواء كبر مثل السماء ولا صغر مثل النامسي، هي عند السواء. بدل الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء من الأشياء أن يقول له كن فيكون. سبحانك جل عظمته. فهو القادر على جميع المقدورات في وقت واحد، وصغيرها مثل كبيرها لا يقع عليه مشقة في كبيرها ولا عدم المشقة في صغيرها. فالكبير من المقدورات والصغير على حد عنده سواء، لأنه خلق الأشياء من العدم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعبر سبحانه بقدرته على جميع الأشياء بهذه الآية الكريمة، سواء عظمت ولا في نفوسنا عندنا، سواء عظمت يعني كبرها ولا صغرت. أما عند الباري في خلقها عند السواء، ما بفارق ولا. انظر كيف خلق الحيوانات أصنافا مختلفة وألوانا متفاوتة. انظر فيما يؤكل من الحيوان تختلف في صورها وأشكالها وألوانها، وفي منافع لحومها وألبانها وصوفها ووبرها وجلودها، وكذلك أصواتها. وذللها الأطفال من بني آدم يقودها ويسوقها الصغير والكبير. يسوق الجاهل جمل ونخوض قرية جمل، وبأسوق الرجل الواحد قافلة في القفرة، يقود قافل في الصحراء ولا حوله من يفرع فيه ولا شيء. ما بلا بيتراه قالت تمروخ الإبل، وكما راح أرقمها الإنسان كما جعر لقله يقهر عزه يألف قدر نفسه. أرقمها مثل تلك كما راها أفرز. قسم الذل بين الأرقمة وبين الإنسان، هي بيذل وهو بيذل، والحنش بيذل والإنسان بيذل، والحياة بيذل والإنسان بيذل. لكن الجمال لا، ما بلا بيقول له يا خبرك حمل فوقه
ويركب فوقه ويخبطه ويشغله ياذيه عزك وجا جمل هايج وخاض راعيه ولا مدلل الشيء سبحان الحكيم. فجميع الفوارق تدل على خالق قدير حكيم وعلى رب بكل شيء عليم يعلم ما خلق في وقت واحد لا يخرج عن علمه شيء في لحظة من اللحظات ولا وقت من الأوقات. يخلقها أول ما خلق آدم وفي ذاك الزمان هي معلومة عنده مثل علمه بالأشياء الحين ما بفارق هي، وذي با يخلقها بعد آلاف السنين هي معلومة عنده مثل علمه بالأشياء الحين. الله عنده مفاتيح الغيب الآية كذا لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كونها أجمع آية العلم الله هذا الآية. وإذا العلماء بيذلوا كما لا يذل الأشياء ويدلون علم كذا بيتبوردوا لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو الذي يجري دماءها في عروقها ويشغل نبضات قلوبها. سبحان الحكيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يهب ربي للطير قلب مثل ذي ريته أنتم كلهم كل واحد يضاه جوز غبوبي تقول عدسة ولا لا تقول قصدي حبة فول ولا وشغال عنده بيضخ مرة يطلع على السماء ومرة يهبط مرة يدخل بين الشوك مرة يدور له العيشة ومرة هذا الرب حق الواحد يخاف منه خوف عظيم جور. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ها ويحك إن مع العلم يعني العلم بالله ينفعك كثير العمل وقليل إذا عرفت الله بينفعك العلم لكن مع الجهل لا أنت جاهل الرب عز وجل إما تعبد غيره وتشبه لك مخلوق ذي بيقولون إنه في السماء ويقولون معه رجل بيضعها في جهنم فتقول قط ما شاء الله رجله مخلوق جد أخبر ما هو مخلوق يحدها عادة ضربه برجله في نار جهنم ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وإن كان قبل خلق السماء. هو الذي يجري دماءها في عروقها ويشغل نبضات قلوبها وحركات عيونها وفتح وإغلاق جفونها وكذلك مدها وقبضها لمفاصلها. سبحان الحكيم لا إله إلا الله. بدل رفع السقف بيتقول ومعها مفاصل بيتعطفوا كل شيء تنزل وتطلع وترقد وتكيف وذاك في الزوه بيشتغل هناك معه برق ورعد واحدة ذاك ذي بيسبب له خيوط ويداقل الدنيا وذاك ذي معه مقص كما راد بي قال يلهطه كلهم في حد بنيان كلهم في شغل كلهم في شغله كل واحد مع حركاته ومع إلهام رزقه ومعه وبيذل من شيء ويذل من الشيء كل شيء كل الحيوان كذا بيجه ذال من شيء غريبة بيه العجه وهو بيذل من الشيء كذا. سبحان الحكيم. ويتولى سبحانه وتعالى تفريق المصالح من أطعمتها وأشربتها إلى جميع أعضائها وهو الذي يتولى بعنايته الربانية وقدرته الإلهية خلق أصغارها من بدايتها إلى نهايتها ويعلم كم تحتاج إليه من الغذاء في بداية تكوينها إلى إتمام خلقها يقبض أنفسها في منامها لتستريح. سبحان الحكيم. كل حيوان بيحتاج إلى النوم كل حيوان بيحتاج إلى النوم سواء في البحر ولا في البر وبيقبض الله أرواحها مثل ما يقبض أرواحنا سواء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل فيمسك التي قضى عليها الموت كيف الآية كذا إيش ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يترقد حتى الجمال والدبادب والحوتان وكل شيء وكما رويت نوم ذهنته وطلبت الله. يقبض أنفسها في منامها لتستريح من متاعبها ويردها في يقظتها. سبحانه من قادر عليم وبارئ حكيم نعرفها بأشكالها وأسمائها. ومن أعظم الدلائل على أنه سميع بصير ما خلق لها من حواس السمع والبصر واختلاف ألسنتها. هذا بيصفل وذا بيبقبق وذا بيوزوز وذا شيء لا إله إلا الله. قلنا لكم إنهم قالوا إنه لازم واحد يكون يسمع ويقرأ ويتعلم عالم الدين يتعلم العلم. فضل العلم خير من فضل العبادة. ومن أعظم الدلائل على أنه سميع بصير ما خلق لها من حواس السمع والبصر واختلاف ألسنتها نظام واحد بديع تحتار فيه كل العقول. انظر في من الذي لونها وصبغها بتلك الألوان الباهرة. من هو ذي سبر البورعي وهبدأ الأصفر وداقله من هو ذي خطط ذاك الإبيبي
منه ذي سبر الحمامة وسبر لها كذاك، والصقر كذاك، وكل شيء. لا إله إلا الله سبحانه الحكيم، ولا بيختلف شيء عن جنسه. وهي انظر من الذي لونها وصبغها بتلك الألوان الباهرة التي تروق لأعين الناظرين وتنشرح للنظر إليها صدور العارفين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. كذلك النبات الذي يخرج من الأرض الله عالم بصغيره وكبيره. قال عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. العنب أصناف مختلفة في أشكاله وألوانه ومنافعه وطعمه. من الذي صبغ الأبيض منه بالبياض؟ خلى الشيء سبحان الله العظيم، تقول ذهب بعض البياض بيجيهم مثل الذهب وشيء مثل الفضة. من الذي صبغ الأبيض منه بالبياض والأسود بالسواد والأحمر بالحمرة؟ فهذا العنقود حباته مدورة سود، وذلك مدورة حباته بيض، وآخر حبته مستطيلة. خالف جلت قدرته بين طعمها وبين منافعها. يعلم الفوارق سبحانه وتعالى بين أثمانها، وجعل للإنسان ذوقا وشهوة يفرق بين غاية محبوبها وما دونه في ذوقها. من أين خلقت هذه الأشياء؟ ومن الذي خلقها إلا رب موجود قادر عليم حي سميع بصير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. نشكر الله على نعمه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكذلك بقية الدواب والنباتات غير المعروفة عندنا وغير المرغوبة كذلك، وكذلك بقية الدواب والنباتات غير المرغوبة عندنا مثل السحاء الشوك والأشياء وكذلك الدواب الذباب والناموس الأشياء ذي بنضجرها والحرب ونحو ذلك. وغير المرغوبة خلقها دلائل على قدرته، واللمع فيها حكمة وفيها مواعظ وعبر، فالنظر فيها وفي خلقها يقوي معرفة البصير بخالقه ويزيده ثباتا وركونا ووثوقا برازقه. فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فعليك بالإكثار من التفكير، فالتفكر حياة قلب البصير. قال ذلك سيد الوصيين وإمام المتقين من هو من النبي بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة علي ابن أبي طالب عليه السلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.